السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مندي اللحمة. أنا عندي أول حاجة اللحمة بتاعتي، وعندي بالنسبة للتوابل بتاعتها أنا عندي معلقة زيت، عندي مية بصل، صبغة زعفران، لو متوفرة. لو مش متوفر ممكن نحط كركم، وعندي معلقتين ملح ومعلقة فلفل أسمر. هبتدي الأول بتتبيلة اللحمة. أنا هحط على مية البصل معلقة الزيت بالشكل ده كده، وهنحط صبغة الزعفران من غير ما ننزل الزعفران نفسه، بيدي لون جميل جدا. وهنضيف الملح والفلفل على التتبيله بتاعتي كده، وهبدا اتبل اللحمه بتاعتي. هبدا اتبل اللحمه بتاعتي بالشكل ده كده. وندوب الملح كده وهيدوب دلوقتي. هنقلب كله على بعضه، وهركن اللحمه بتاعتي لحد ما ابدا اعمل الرز في التتبيله دي، وبعدين ابدا اجهز الرز بتاعي. خلاص انا قلبت اللحمه بتاعتي كده كلها. انا هبدا بقى اعمل الرز. عندي كيلو رز بسمتي، عندي بصله متقطعه، معلقتين سمنه كبار، 3 معالق ملح، وعندي جزره صغيره مبشوره. بالنسبه بقى للتوابل المجففه اللي هتديني الطعم والريحه الجميله، عندي 3 ليمونات مجففين، وعندي قرفه عيدان، وعندي 3 فصوص حبهان، و3 عيدان قرنفل. دلوقتي هبدا اجهز الرز بتاعي على النار الاول. اول حاجه انا عندي حله على النار، هنحط فيها معلقتين السمنه. طبعا اللي يحب يستخدم سمنه على زيت حسب المتوفر طبعا. هنزل عليهم بالبصله، اقلبها الاول كده تقليبه. او البصله ما تدبل كده بالشكل ده، انا هنزل بالتوابل المجففه. طبعا بتدي ريحه فظيعه جدا، والريحه دي كمان هتطلع على اللحمه، لان طبعا انا هنحط اللحمه فوق الحله دي. هي هتستوي على البخار، فهتاخد الرز هياخد من تتبيله اللحمه، واللحمه هتاخد برده من التوابل، ريحه التوابل بتاعه الرز. هنزل بالجزره دي المبشوره. هي طبعا مع كميه الرز مش هتبان، بس هتدي برده طعم حلو. هنقلب كله بالشكل ده. هنزل عليهم بقى بالرز البسمتي يتقلبوا معاه. طبعا انا غسلاه لحد ما ميته مرقت خالص، انا مش نقعاه، بس هضيف له ميه ضعف يعني انا عامله 5 كوبايات، عايرتهم الكيلو ده 5 كوبايات، هنحط عليهم 10 كوبايات ميه، بس طبعا ميه مغليه. ما دام انا ضفت الرز الاول يبقى هنزل على الرز بميه مغليه. هقلب كله كده ياخد من ريحه التوابل دي بالشكل ده كده. انا هنزل بقى بالميه المغليه بالشكل ده كده على الرز. وهبدا بقى اضيف خلاص كده. انا مش هسيبه طبعا يستوي على النار من فوق، لا انا هنحط عليه اللحمه على كده، وهنغطيه فويل كويس جدا، وهوريكم طبعا هنعمل فيه ايه. انا نسيت بس اضيف الملح. هنضيف الملح طبعا يتقلب كده كله ويدوب معاه عشان اظبط حدق الرز. هقلبه كده بالشكل ده. طبعا كل التوابل المجففه دي انا بقدر اشيلها في الاخر خالص. انا عندي مصفى جايه مقاس الحله، لو مفيش انا ممكن اغطي الحله بفويل واخرم الفويل. انا هي مظبوطه اهي على الحله. هبدا ارص اللحمه بتاعتي بالشكل ده كده، لان اللحمه دي طبعا هتستوي على البخار، على بخار الرز. كل اللحمه هرصها بالشكل ده كده. هنزل كده على بالتتبيله بتاعتي كده على اللحمه من فوق كده. وهبدا اغطيه فويل.
انا هغطي الاول المصفى بتاعتي دي كده الاول بالفويل. الاول عايزه اكمر اللحمه بالشكل ده كده. انا هغطيه بكذا طبقه فويل عشان انا مش عايزه البخار يطلع بره، البخار هو اللي هيسوي لي اللحمه دي. وهاخد كده برده واغطي بقى ايه، امسك الحله في المصفى بالشكل ده بالفويل كده، واقفل كده جامد. هقفل كده. طبعا انا مستخدمه حله ينفع ايديها تدخل الفرن، عشان لو الحله ايديها بلاستيك طبعا هتسيح. لكن هنا الحله بتاعتي هنا زي الايدين بتاعتها زي نوع الحله بالظبط. خلاص انا كمرت كده اللحمه بتاعتي من جميع الجهات. المصفى مغطيه خالص بالشكل ده، الفويل مغطي المصفى مع الحله بالشكل ده. وهبدا احطها في الفرن لمده ساعتين. مش هخرجها غير قبل ساعتين وبعدين اشوف سواها، وهوريكم طبعا لما نطلعها. خلاص انا طلعتها، قعدت ساعتين في الفرن. انا هشوفها معاكم دلوقتي اول فتحه ليها، اما نشوف المندي بتاعنا عامل ايه. طبعا هو هيطلع بخار كتير لان انا ما فتحتش عليه خالص، سبته الفتره كلها من غير ما افتح عليه. بسم الله ما شاء الله. اللحمه طبعا ما دام غمقت كده اللحمه شكلها مستوي. والرز بسم الله ما شاء الله مفلفل وشكله جميل. طبعا كل الحاجات التوابل الجافه دي انا بشيلها. انا هشوف لكم كمان، هنبصوا على اللحمه نفتحوها سوا ونشوفوها سواها عامل ايه، مظبوط ولا ايه. اللحمه بسم الله ما شاء الله بتتقطع على طول. هي خلاص استوت سواها كله على البخار. خدت من طعم من ريحه التوابل اللي انا حطاها على الرز، والتتبيله بتاعت اللحمه برده نزلت على الرز، خلت اكيد طعمه تحفه. والرز مفرفر معانا، ما هوش معجن. بسم الله ما شاء الله. طريقه وصفه جميله جدا للمندي، نقدروا نعملوه في البيت باسهل الطرق، وطبعا بيبقى نتيجته احسن بكتير. اخد مننا ساعتين بالظبط. طبعا اللي ما عندهوش مصفى ممكن يغطي الحله دي بفويل ويخرمها ويحط اللحمه عليها، ويغطي برده اللحمه من فوق بفويل حلوه قوي ويحطها وهتدي نفس النتيجه. دي كانت وصفتي للمندي. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وبألف هنا.